قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يعني خسرت، كما نقولوا تبا لك يعني غير موفق. والله تعالى يتكلم على يدين أبي لهب. شكون هو أبي لهب؟ هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: خسرت يداك، وش خدمت بيديك؟ يعني قاع الأعمال اللي قمت بها في هذه الدنيا خسارة. وتب يعني حتى هو بالذات راهو في خسارة. وهذه السورة نزلت بسبب أبي لهب اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لوليد خوه: تبا لك. وعلاش قالها له؟ الله تعالى نزل آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني الناس اللي راهم دايرين بيك واللي قرب عليك لازم تقول لهم وتنذرهم من عذاب الله إذا ما أمنوش. فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل الصفا وبدأ ينادي للناس بصوت عالي، فالناس كامل اجتمعت خايفين. قال لهم: لو كان نقول لكم بلي العدو راهم وراكم صباح وعشية تامنوني؟ قالوا له: نعم، انت دائما تقول الحقيقة والصدق، انت صديق. قال لهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني ربي بعثني لكم باش نبهكم من عذاب الله إذا عصيتوه. جاء باش يذكرهم. هنا قال له عمو: على جل هذه جمعتنا؟ تبا لك. فالله نزل هذه السورة وقال له: أنت اللي تبا لك، خسرت يداك وخسرت أنت بالذات. وهذا أبو لهب سماوه بهذا الاسم على خاطر كان وجهه مشرق وحمر وشباب، فسماوه أبي لهب، يعني خدود حمورة كما لهب النار الحمراء. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما راح يسلكوا لا المال تاعو لخاطر كان غني، ولا ولاده اللي كسبهم في حياته. وما كسب لخاطر كان يتفاخر بماله بولاده. سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيدخل النار اللي فيها اللهب، يعني لهبة. وامرأته حمالة الحطب. الناس اللي تقرأ رواية حفص نقولوا وامرأته حمالة الحطب. مرته هي أخت أبي سفيان واسمها أم جميل، هي اللي كانت تعاونه في الحياة الدنيا على الشر والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. على بها سماها الله تعالى في هذه السورة حمالة الحطب، تشعل العداوات. وكاين يقولوا باللي كانت تدير الحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصح في الآخرة راح تعاون باش يزيد العذاب ديال الله عز وجل على رجلها أبو لهب، يعني تخدم بالعكس. في الدنيا كانت تعاونه وفي نهار الآخرة تكون عون عليه. في جيدها حبل من مسد. يوم القيامة يدير لها الله تعالى في جيدها، يعني في رقبتها، حبل من مسد. المسد اللي هو الحبيلة هذيك الخشينة من النار. ويقال أن هذه أم جميل كانت عندها سلسلة، يعني قلادة شابة بزاف، أنفقتها في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدين ديالو، يعني استعملت المال تاعها ونفقاته باش تضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، فعوضها الله تعالى بحبل من مسد. فالله تعالى في هذه السورة الكريمة بين لأبي لهب ومرته عذابهم يوم القيامة، وباللي ما راهمش رايحين يتوبوا. وكانت هذه معجزة آنذاك، على خاطر كانوا قادرين يكذبوا القرآن ويتوبوا لكنهم ما قدروش. وكي زاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان لأبي لهب جارية تخدم عنده، هي اللي جات بشراته بزيادة ابن أخيه محمد، وفرح بزاف وقال لها راكي حرة. ومع أنه كي بعث الله تعالى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ما آمنش به وكان عدو ليه، بصح الله تعالى ما يظلمش ويخفف عليه العذاب كل يوم اثنين، يوم زيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه فرح بالرسول الكريم كي زاد. وهذا من عدل الله مع عباده. فإذا كان هذا عدل الله تعالى مع أبي لهب أبغض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش يكون العدل تاعه والفضل مع عباد الله المؤمنين المحسنين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه وسلموا تسليما.